العالم على شفا حرب ضروس والكل هيدب في بعضه، ومسرح العمليات للأسف احتمال كبير يكون عندنا في الوطن العربي، وبالأخص في العب بتاع مصر وفلسطين. وده باين في كم التحركات السياسية الدولية التي لا تنتهي، وكان أبرزها زيارة أقوى دولة في الاتحاد الأوروبي والمتمثلة في الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لمصر، واللي بالمناسبة احتمالات رحيله من قصر الإليزيه زادت جدا، وده بسبب مواقفه من السياسات الأمريكية. ولكن خلينا نقول إن الزيارة دي لها دلالات كبيرة وكتيرة قوي، منها إن في تقارب بين مصر والاتحاد الأوروبي، وده بعد ما أمريكا صدرتهم مع روسيا، وإن مصر بتتحرك تحركات جدية ولن تتنازل عن موقفها نهائي، وإن في ثقة متبادلة على أعلى مستوى ما بين مصر وفرنسا، وده يأكد إن مصر دولة كبيرة وآمنة تماما. 2 رؤساء دول ماشيين في مناطق تعد الأكثر ازدحاما في المنطقة تما بمنتهى الأمان، وبياخدوا سيلفي مع المواطنين. ولكن خلينا متفقين إن كل دي تحركات سياسية لسه ما نزلتش على الأرض. طب إيه بقى التحركات اللي على الأرض؟ كوباية الشاي الجميلة والورقة والقلم، وخلونا نتكلم عن التحركات العسكرية الجديدة. أنا أحمد سلامة، زي الكتاب ما بيقول. أهلا بيكم. الأربعاء 2 إبريل 2025 الأقمار الصناعية رصدت طيارة نقل أمريكية من تراس سي 17 هبطت في قاعدة نافاتيم العسكرية في صحراء النقب، يعني في قلب الكيان الصهيوني. بس مش هي دي المشكلة إنها خرجت بشكل مباشر من قاعدة العديد القطرية العربية، القاعدة اللي قطر صرفت عليها أكتر من 8 مليار دولار لتطويرها، وده على مدار 23 سنة. وطبعا مش محتاجة تفكير عشان تعرف الطيارة دي كانت بتنقل إيه. وبعدها على طول أعلن البنتاجون على الموافقة على نقل بطاريات باتريوت باك 3 من كوريا الجنوبية للشرق الأوسط. ولو ما تعرفش إيه هي البطاريات دي، فدي نظام دفاع جوي معمول عشان يعترض أي هجوم نووي أو باليستي جاي من كوريا الشمالية، ودي أول مرة تخرج بره قارة آسيا وتيجي عندنا. وفي نفس الوقت اللي قطر بتشترك فيه في تدريب جوي في اليونان اسمه أنيوخوس. هتقولي مع مين؟ هقولك مش عارف، زي ما توقعت صديقي، مع الصهاينة. سمع واحد بيقول لي الحشد والتدريبات دي كلها عشان إيران؟ هقولك ممكن جدا، وفعلا السبب المعلن للجميع هو التوتر بين واشنطن وطهران، والحشد ده الردع الحوثيين اللي هم أذرع إيران في اليمن، اللي ما سابوش سفينة أمريكية إلا وهجموها. بس خليني أقول لك يا صديقي إن وارد يكون في سبب تاني. هتقولي إيه هو؟ سلامة. هقول لك تحسهاش ذريعة الحدث جلل؟ مش فاهم؟ خلونا نتخيل نظرية مؤامرة قد تكون قريبة من الواقع. النظرية بتقول إن إيران حليف قوي لأمريكا وذراع ليها، لأن في أوقات سلم كتيرة بتمر على المنطقة وما بيبقاش في حد عامل شقاوة غير ولاد العم، فلازم يفضل في فزاعة في المنطقة عشان الجيش الصهيوني يلاقي مبرر لشقاوته. وفي نفس الوقت إذا حد من الدول العربية عمل تصرف ضد رغبتي كأمريكا هسوح عليه إيران، وعشان إيران تعمل شقاوة لازم مبرر، والمبررات كتيرة أبرزها حوار المفاعل النووي بتاع الطاقة. نوافق عليه لما نحب نجنب دور إيران، ونرفضه لما نحب ندي مبرر لإيران عشان تتصرف تصرفات عدائية. وبكده فإيران حليف أمريكي مهم قايم بدور الفيلن، ولازم أمريكا تفضل على مسافة ثابتة منه، أقربه وقت ما أحب وسكته وقت ما أحب ولعبه وقت اللزوم. إذا استندنا على النظرية دي ورجعنا بالتاريخ هنلاقي إن لازم يكون في حدث كبير مفبرك عواقبه كلها في صالح الصهاينة وأمريكا، ودايما مكاسب أمريكا بتبقى اقتصادية ومكاسب الصهاينة بتبقى أمنية. بمعنى بعد ضرب برجي التجارة العالميين في أمريكا في 2001 أمريكا دخلت العراق وعملت بفلوسها بلاك روك، والأهم من ده إن أول جيش نظامي عربي وقع. أمريكا مكاسب اقتصادية اللي هي فلوس العراق، والصهاينة مكاسب أمنية سقوط جيش من 3. وبعد طوفان الأقصى الصهاينة دخلوا غزة والجيش السوري وقع، أدي تاني جيش نظامي عربي وقع. طب وأمريكا فرضت سلطتها على الشرق الأوسط بعد خروج روسيا، ما فاضلش غير مين تالت وآخر جيش نظامي عربي؟ مصر. أصل هم 3 بس محترم، الباقيين حلوين وزي الفل، بس احنا هنا بنتكلم عن جيش كبير له تاريخ، عنده خبرة، خد حروب، انهزم وانتصر، جيش بمعنى الكلمة. فعلشان نأمن الصهاينة وما يبقاش في جنبهم ولا حتى حواليهم جيش نظامي واحد يقف ضد أهدافهم، لازم نكون قريبين من أي جيش ونجهز لمحاربته. وعشان نحشد جنبه لازم سبب.
طب يا إيران ما تخلي رجالتك يضربوا لنا مركبتين ولا 3 كده عشان يبقى عندنا سبب نحشد قواتنا هناك بيه. وقد كان. وملحوظة صغيرة كده واحنا معديين، لما اقول لك امريكا بتحقق مكاسب اقتصادية محتاج تسأل نفسك سؤال: الاقتصاد الامريكي في ايد مين؟ فاهم حاجة؟ دي نظرية مؤامرة وجب سردها. المهم نعود أدراجنا وننسى بقى المؤامرة ونحلل المعلن. نرجع للحوثيين بما انهم اخر ذراع متماسك من اذرع ايران في المنطقة، وقلنا قبل كده ان المشروع الايراني هدفه السيطرة على المنطقة العربية، ودي مش اسرار، دي حاجة معروفة من زمان. لكن عشان نفهم هل الحشد ده قصده ايران ولا غير ايران لازم نفهم الموقف الايراني من البداية. سنة 2003 طلع المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي وأصدر فتوى غريبة، فتوى بتحرم السلاح النووي من بابه بقى. يعني على الورق إيران محرمة النووي عشان تتقرب من أمريكا، لكن الواقع بيقول غير كده. بيقول إن إيران عايزة النووي يكون رسمي وبمباركة واشنطن نفسها، وعايزاه بالشكل السلمي بتاع الطاقة السلمية. لكن لو اتملكت إيران القدرة على تخصيب اليورانيوم حتى ولو بشكل سلمي، فده هيزود من احتمالية إنها زي ما تقدر تخصب اليورانيوم للاستخدامات السلمية ممكن تزود تخصيبه ويكون ذريعة للتخصيب الحربي، وامتلاكها للنووي هيرفع من نفوذها في المنطقة لمرحلة أكبر بكتير من اللي هي فيه. ومش بس كده محترم، دي هتشكل برضه تهديد أكبر على 2 ملهمش تالت: دول الخليج والصهاينة. هتقولي طب ليه دول الخليج يا سلامة؟ هقولك عشان الأطماع الإيرانية لا تخفى عن أحد. إيران شايفة إن الخليج فرخة بتبيض ذهب، أرض مليانة بترول وخير، فليه ما ضمهاش؟ والخطر ده اتطبق قبل كده على الدولة الخليجية المنسية عربستان اللي إيران محتلياها بقالها زيادة عن 100 سنة. أما الصهاينة بقى صديقي فحكايتهم حكاية. يعني شفنا بنفسنا مجرد دعم إيران لميليشيات وجماعات زي حزب الله والحوثيين وحماس والعراق والنظام السوري المخلوع عمل فيهم إيه؟ دعم المقاومة فقط نيم الصهاينة من المغرب، وبعد كده دوروا الضرب في الكل، وكانت سبب في تغيير أنظمة بحالها زي النظام السوري والنظام اللبناني وغيرهم. فالصهاينة ضاغطين على أمريكا عشان إيران ما يبقاش عندها نووي، أو على الأقل إعلان الحرب على إيران وقصفها بتدخل أمريكي مباشر، وده قبل أي تفكير في أي نووي. يعني كهربوهم وكسروا ضلوعهم الأول عشان ما يشكلوش خطر علينا، وبعد كده هنبقى نشوف. بس أمريكا محترمة اتزنقت بين المطرقة والسندان. يعني الكلام ده سلامة. هقول لك خلينا متفقين ان اكبر داعم لايران هي روسيا، وده مش كلام جديد. كل المسيرات اللي روسيا بتضرب بيها اوكرانيا من صنع ايران، وزي ما احنا عارفين روسيا واوكرانيا في حرب ما انتهتش. هما الروس كسبوا الحرب فعلا، بس دي حلقة تانية هنبقى نتكلم فيها بعدين. اللي يهمنا روسيا عملت ايه؟ سلمت سوريا مقابل اوكرانيا. هما موجودين في شرق الفرات بس ما بيتدخلوش، واوكرانيا دلوقتي بيتضغط عليها عشان تقبل تقعد على ترابيزة المفاوضات وتقبل الشروط الروسية اللي هي كل مكتسبات روسيا تفضل زي ما هي، وكمان تدخل في اتفاق المعادن النادرة. فاهم حاجة؟ سياسة ترامب يا محترم هي الاستمرار في الضغط، مرة بالاقتصاد واللي من ضمنها التعريفات الجمركية، وده حصل يوم الأربعاء 2 إبريل اللي فات. صحيح مصر أخذت 10% ضريبة على الحديد والزراعة، لكن في دول تانية أخذت نسبة ضخمة جدا تقطم الوسط، نوع من أنواع العقاب الاقتصادي. فترامب دلوقتي مزنوق بين قرارين: انه يفرض هيمنته على الشرق الاوسط والشرق يرفضه ويخسر كل التحالفات اللي سعت ليها امريكا من السبعينيات، ويخش مكانها الروس والصين، وده هيغير خريطة النفوذ العالمي وهيشكل خطر كمان على الوجود الصهيوني. يا اما يستمر في سياسة الضغط الاقتصادي دي لحد ما الرجالة تنزل تحت العباية الامريكية تاني. وطبعا اول علامات الاستسلام الايراني هيكون رفع دعمها عن الحوثيين، واللي بالمناسبة نفته إيران في أكتر من مناسبة. لكن ترامب صرح وقال إن إيران بتسعى لمباحثات مباشرة مع أمريكا، وكمان إيران بتعيد نظر في سياساتها الإقليمية اللي منها دعم الحوثيين اللي كل الليلة دي منصوبة عشانهم. يعني باختصار إيران بدأت تسايس، وده مش كلامي على فكرة، ده كلام التلغراف البريطانية. طب الكلام ده ما عجبش مين؟ ما عجبش الصهاينة اللي عايزين يدخلوا في صدام مباشر مع إيران. حد يسألني يقول لي ليه يا سلامة؟ هقولك عشان حلم الصهاينة بأنهم يكونوا الدولة القوية الوحيدة في المنطقة، وتطبيق منطق السلام مقابل السلام، واللي اتكلم عنه نتنياهو في كتاب مكان تحت الشمس. بمعنى انهم يفرضوا نفسهم كقوة عسكرية وتكنولوجية كبيرة في المنطقة ومحدش ينافسهم،
زمان كان المنافس مصر وسوريا والعراق، دلوقتي مفيش جيش وطني في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة الصهاينة على الجولان، ومفيش جيش في العراق من أيام صدام حسين، وما بقاش فيه غير 2 بس مشكلين تهديد مباشر وصريح على الصهاينة وعلى الوجود الأمريكي في المنطقة: إيران وهي بدأت تنخ، ومصر. واظن دلوقتي فهمت الحشد ده مقصود بيه ايه. بيحجزوا كرسي وبيعرضوا قوتهم كرسالة لتهديد القوتين الوحيدتين في المنطقة. المطب اللي واقف قصاد تحقيق الخرافات الصهيونية بالسيطرة على العالم زي أفلام الكرتون بتاعت زمان. فدلوقتي إيران اللي بتسعى للنووي زي ما قلنا من شوية، لا الصهاينة ولا دول الخليج عايزينها توصل للحلم ده. ونرجع هنا لنقطة دول الخليج وتحديدا دولة قطر. قطر زي أي دولة صغيرة جنب دولة توسعية زي إيران بتخاف على كرسيها، وده شيء متوقع. لكن اللي مش متوقع أبدا إنها تبيع القضية من بابها عشان تقرب مصالحها مع أمريكا والصهاينة. وارد تقول لي الكلام ده سلامة؟ هقولك في قضية شغالة دلوقتي في الكيان الصهيوني اسمها قطر جيت، على اسم ووتر جيت، أشهر قضايا الفساد الأمريكية. كانت ممنوعة من النشر لكنها اتنشرت من كام يوم ومليانة تفاصيل هنحكي عنها برضه في حلقة جاية. لكن اللي يهمنا تفصيلة صغيرة، هي إن قطر دفعت فلوس لمسؤولين صهاينة عشان يكبروا من دور قطر ويقللوا من دور مصر. ولما الأخبار دي تخرج من مسؤولين صهاينة هتتحول لحقيقة. طب ليه قطر بتعمل كده؟ عشان عايزة تقرب من أمريكا ومن الصهاينة لمصالح وجودية خاصة بيها، لكن على حسابنا احنا. من الآخر عايزة لما الموجة تيجي ما تجرفهاش، والعوامة اللي هتمسك فيها هي العوامة الصهيونية. وعادي موافقة على وجود قاعدة أمريكية على أرضها، عادي جدا تخرج منها طيارات تقصف إخواتنا في غزة، وعادي تتدرب مع الطيران الصهيوني. طب سؤال هنا بقى، هم الصهاينة عايزين إيه؟ الصهاينة لا عايزين إيران تكبر ولا تمتلك نووي، وعايزين ينفذوا الخطة بتاعت الدولة اليهودية بالكامل، يعني يطردوا السكان من غزة وبعدين يلفوا على الضفة الغربية وبعد كده يتوسعوا. وحاليا بينفذوا خطة الأصابع الخمس، اللي هي تقسيم غزة ل5 مناطق معزولة عن بعضها، ويعزلوا نفسهم عن مصر عن طريق محور فيلادلفيا الثاني اللي اسمه محور مراج. محور مراج ده بيفصل ما بين رفح وخان يونس، وبيفضي المكان اللي ما بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، وده بعد ما جمعوا أهل غزة كلهم في منطقة اسمها المواصي بحيث يكونوا متحوطين من كل جهة. طب هيستفيدوا يا سلامة؟ هقولك. لما هيكملوا بناء المحور ده وينقلوا الصهاينة في كل مكان، هيكثفوا الضرب والعقاب الجماعي على اخواتنا الفلسطينيين، ويتم دفعهم تجاه مصر عشان يكون قبول مصر بصفقة التهجير بدافع إنساني. ووقتها الأشقاء وعلى رأسهم قطر هيضغطوا على مصر لقبول استقبال النازحين لإكمال الخطة وحل المشكلة الصهيونية. وبكده نتنياهو يكون حل كل المشاكل اللي بتواجهه، ومش مشكلة بقى مين اللي هيحاسب على المشاريب. الخلاصة يا صديقي إن وقت الشدة بيبان مين حبيبك من عدوك، ومصر دولة كبيرة وجيشها جيش وطني عقيدته دفاعية وليست هجومية، مش مرتزق عشان يحارب لحد. صحيح بنندفع للدفاع عن أمننا القومي وبندافع عن أشقائنا كمبادرة مننا، لكن محاولات جر مصر الحرب لا تنتهي، ونشر الفوضى بما يتوافق مع الأهداف الصهيونية مش هيحصل، وهتفضل مصر جيش وطني ومطب قصاد التطلعات الصهيونية. تشرفت بمتابعتكم، أشوفكم بخير.